تحب الكريسبي وبعدك ما ماكل كرات دجاج المقرمشة؟ باعولي هذا المنظر. تابع الفيديو للأخير حذكر لك إياه وأنا دا. كريسبي وكرات دجاج المقرمشة وما يكون وياها بيبسي، هاي جريمة بحق العظامة كلها. باعولي هذا المنظر يا يابا، اللي يخليك تسوي طبعا كريسبي دجاج وكرات دجاج مقرمشة إذا مو ويا الكاتشب والمايونيز ما تسوى شي. باعولي هاي اللفة الخرافية مال كريسبي المقرمش خبل. راح نبلش بهاي الأكلة الجميلة والسريعة والسهلة والطيبة ويا الكاتشب والمايونيز، نضيفها ونستمتع بهاي الأكلة السوية كلنا. شوفونا هاي سويتها طبعا بالبيت، طريقتها سهلة. يتقطع صدر دجاج فتايل طبعا، ورا ما تشيلوه من الزفرة، ملح، بش اسمه، ثوم حتى ينطي طعم نكهة الثوم. هاي مايونيز بيها تمام. هسه احسن ما نطولها عليكم، نجيب هذا العيش السوري، الخبز السوري، نبلش سوية ونقول يا الله بأول لقمة وتعاي انت يا ملكية. وعولي هنا ويا الطماطة، هاي عدلوا قبل يا شباب ويا الله. احكيلكم عن الطعم، أكلة خرافية. المايونيز والكاتشب منطوها طعم وإضافة ثانية. هناكل هاي بدون لفة. نجيبها بشوية حامض، نعطيها طعم فشي. ما تقعد بس يلا نقعدها. تسمعون هاي الأصوات الكارثية؟ هي بها قرمشة. صراحة طبعا بدون ما اقول لكم عرفت شنو ناقص اول وتالي، صح لو لا؟ باعولي هذا البيبسي اللي يخبل تخليك هيك مرتاح نفسيا بالغازات الموجودة بيه. السبب انه اللي خلاني يدفعني افتح هاي القناة هو هاي الفيديوهات مال القرمشة واصوات الاكل. يا يابا معقول البيبسي هيك راحة نفسية؟ وشغلة ثانية أحب أنوه عليها، أكو شو اسمه، المطاعم والاسطوات يقولوا لك الخلطة السرية ما أدري شنو العجيبة الغريبة.
ما حد مسويها، مجرد هي عبارة، خصوصا هاي الصلصة يخلوها ويا همبرجر كريسبي، كاتشب، دبس رمان، خردل، يجي هم بالعلب نفس ذولا، ويخلوه وياه نعنع، او بالتركي يسموه زكتر، العفو مو نعناع، زعتر بري، في كيك يسموه بالتركي، او اوريجانو، او نبتة الجبل. خلوهم قطرة صغيرة خل على مود يتخفف، وملح، ويتخلى بش اسمه بالهمبرجر ويا الكريسبي. بس عن نفسي الخلطة اللي تعجبني يسووها بالموضع، هي تكون حلوة وحارة بنفس الوقت، تتكون من عسل وبنفس الوقت ويا البيبر الحار الخشن، فلفل أحمر خشن، مطحون خشن يعني مو ناعم. بالنسبة للصلصة ذكرتها هنا، اكو صلصة حارة وصلصة عادية. الصلصة الحارة هي عبارة عن عسل، فلفل احمر خشن حار، ويخلون شوية زعتر بري، وتتغمز بيه هاي الكريسبي، الا تطلع فشي تخبل تدعولي. نرجع الملوكية دبع هاي اللفة ما يستاهل واحد يبوسها من خدودها، تخبل خوب الطعم ما احكي لكم. كرات مصدر الدجاج احبابي، هي هاي كرات الدجاج المقرمشة اللي قلت لكم عليها بالفيديو، باوي منظرها تخبل. وللي يريد يعرف طريقة عمل هذا الكريسبي شلون يطلع مقرمش كلش، طبعا اعتذر جدا اول شي قبل ما اذكر الطريقة، لان شنو السماعة ما كانت هالقد مضبوطة بذاك اليوم، فحيل عذبتني. طريقة هي كيلو صدر دجاج قطعوه سلايسز شوية خشنة، تمام، وتقطعوه مكعبات، تخلون بيه على مذب الزفارة خل أبيض يفضل، ليمون وملح، بقوه تقريبا شو اسمه أقل من 5 دقايق، لأن صدر دجاج يتلف بسرعة، فلا تبقوا أكثر من 5 دقايق، بس على قد يذب الزفارة، وبعدها شيلوه مباشرة، تنشفوه، تشغلون الزيت يحمى، يكون زيت غميج مثل ما نقول، اوكي. بعدها نزلوه بالبيض وطحين، بعدين بقسم، وبعد يدخل على القلي، يفضل قلوه على وجبتين على مود شنو من جوا يستوي، وتطلع طريقة تخبل وتدعولي. طاري كريسبي. فاليوم اسوي لكم أجنحة بانيه، تخبل، خليه بحلو يذوب.
أحباب قلبي، لين هنا نكون خلصنا هذا المقطع الحلو. لا تنسونا باللايك واشتراك حتى يصلكم كل شي جديد، وإن شاء الله تكونون استفاديتوا من طريقة جربوها وحتدعوا لي. ترقبونا فيديوهات جديدة وأفكار جديدة. نشوفكم إن شاء الله.